يا استاذ احمد، لو وقفتني اللجنه وطلبوا مني اعمل تحليل مخدرات هل لازم اوافق؟ بص، مفيش نص في القانون بيدي الضابط ان هو يجبرك انك تعمل تحليل. الجهه الوحيده اللي من حقها تطلب منك انك تعمل تحليل مخدرات هي النيابه. طب لو اصروا في الكمين وقالوا لي لازم اعمل تحليل دلوقتي؟ هنا حقك الطبيعي انك ترفض، ومن حقك تطلب انك تحلل قدام النيابه. يعني التحليل يتم بطريقه قانونيه في معمل معتمد بحضور النيابه او بامر منها، لان التحليل في الشارع او تحت ضغط ملوش اي قيمه قانونيه. طب لو انا وافقت تحت ضغط وخدت النتيجه ايجابيه، ايه الموقف؟ ساعتها نقدر نتمسك قدام المحكمه وقدام النيابه ان التحليل باطل، لانه اتعمل بالاجبار ومن غير المكان المخصص له، ومفيش اي ضمانات ان ما حصلش اي تلاعب. والقضاء المصري استقر ان اي اجراء يتم بدون سند قانوني او بالاجبار بيكون باطل. يعني ممكن ارفض او اقول لا من غير ما يبقى عليا اي مشكله؟ ايوه طبعا، ده حقك بكل هدوء. كمان تقدر تطلب انك تعمل التحليل ده قدام النيابه وترفض انك تعمله في الشارع. ده حقك القانوني ومفيش حد يقدر يعارضك على كده. في النهايه الضابط في الكمين ما يقدرش يجبرك على التحليل. التحليل في الكمين امر غير قانوني وامر باطل. التحليل لازم يكون بامر